ازيكم؟ بصوا، انا لا بعرف اظبط كلامي ولا بعرف اعمل انترو. بس انا النهارده سعيده قوي ان انا في استوديو. اعتقد اي حد بيعمل محتوى بيبقى ليه حلم كده انه يبقى ليه فيديوهات بشكل معين. انا حجزت الاستوديو من غير اي خطه، من غير اي أم، فكره للبودكاست. ودي حاجه تبان ريسكي قوي، انه طب ايه يعني هتعملي ايه؟ عندي كلام كتير قوي عايزه اقوله، في نفس الوقت مش عارفة أغلفه، مش عارفة أعمل له باكجينج كده، مش عارفة أسمي حاجة للبودكاست، مش عارفة. دايما دي مشكلتي، من كتر ما أنا عندي أفكار كتير وعايزة أعمل حاجات كتير، بيكون ده الجبل اللي بحطه قدام نفسي عشان يوقفني. فقلت لا، أنا هحجز. هو أنا أصلا معرفتكوش بنفسي. هاي، أنا يارا. ممكن تبقوا عارفيني كبلانت وايف، عشان أنا الناس بقت تسميني دلوقتي حتى في الشارع ايه ده، مش دي بلانت وايف؟ وده يرجعنا لبداية ظهوري على السوشيال ميديا، وهي كانت بلانت وايف، واللي أنا ممتنة ليها جدا جدا جدا. ولكن أنا اتغيرت قوي من ساعتها، قوي يعني. ممكن أكون واحدة تانية بأفكار تانية بمعتقدات تانية. اتغيرت وجاية أشارككم الرحلة. الهدف من البودكاست إن احنا نرتقي بجد. هو ده، دي ال... الرسالة اللي أنا نفسي إن هي فعلا أوصلها، لو أنا ليا صوت أو ليا بلاتفورم وفي أي حد ممكن يكون بيسمعني أو مهتم بكلامي. بعد أحداث 7 أكتوبر دخلت في حالة من كم الأسئلة اللي مش طبيعي. ما كانش فيه أي شكوك في اليقين أو الإيمان، بالعكس دي الحاجة اللي كانت بتحرك كل الأسئلة. ما كانش عندي شعور هو ربنا فين من كل ده ولا أي حاجة، لأ. كنت عايزة أعرف إحنا ليه وصلنا لكده. الغضب اللي كان عندي كان تجاهنا احنا، مش تجاه حد، مش تجاه العدو، مش تجاه هو ربنا فين. كان تجاه احنا ليه عاملين كده. ومن هنا بدأت رحلة اكتشافات كتير ومعلومات كتير وصدمات كتير، بس طورت مني يعني 180 درجة. بقى عندي نظرة مختلفة تماما للحياة. بقى عندي تقبل لحاجات كتير قوي ما كنتش بتقبلها. هتفهموا أنا قصدي إيه مع مرور الحلقات للبودكاست اللي لسه ملهاش أي اسم. هي ممكن تساعدوني انتوا لما تحسوا تفهموا احنا هنتكلم في ايه. بس هو هيبقى كل حلقة حاجة أنا عايزة أتناقش معاكم فيها، أو عايزة أتكلم معاكم فيها، أو عايزة أقول رأيي فيها. وده طبعا ديسكليمر إن ده رأيي الشخصي اللي بيزد على معلومات قد تكون منها فيها حقائق دينية، في حاجات أم، أنا عشتها. ممكن تتفقوا معايا أو تختلفوا. لو اختلفتوا عادي جدا، ممكن ده مش المحتوى ليكوا، ده مش لأي حد. المحتوى اللي هقدمه في البودكاست ده هيبقى عايز حد وعيه يعني عالي، أو عنده قابلية إن هو يعلي من وعيه، عايز يتعلم أكتر، عايز يعرف أكتر، عايز يشوف الدنيا بتمشي إزاي. النهاردة امبارح قبل ما أنام قلت طب أكتب أي حاجة، أكتب نقط، أكتب هتكلم في إيه. ربنا بعت لي جملة واحدة بس: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. وبعدين دايما بنسمعها، دايما بقولها على طول في بداية اليوم، واحنا بنبدأ حاجة وبتاع، وبنقولها بطريقة كده هزار. بس اتسحلت في هو ليه فتاح عليم رزاق كريم؟ يعني ايه اللي دخل العلم في الموضوع؟ مثلا ما هو الفتاح مثلا يبقى أم، يعني بيفتح بقى عليا بالرزق وكرم وحاجات من كده. ايه اللي دخل العلم في الموضوع؟ وده حاجة بقى اكتشفتها أو توصلت ليها يعني آخر فترة كده، إن العلم هو كل حاجة. ومش العلم يعني الدراسة والكتب والكلام ده، أنا قصدي المعلومة الواحدة. يعني أي حد نجح في أي حاجة ربنا رزقه بعلم، رزقه بفكرة. مفيش أفكار جديدة، الأفكار كلها موجودة عند الإله، عند السورس. في لا نهاية من الأفكار. كل حاجة هتطور من الدنيا، هتطور من البشرية. علوم كلها موجودة already. أوكي، تخيلوها معايا، موجودة في
في الحياة في البُعد إحنا مش شايفينه، في أفكار، 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 واللي ربنا بيرزقه بيخلّي لمبات تنوّر، بيخلّي آآ المعلومة دي بتفتح مُخ، بتدّي فكرة، بتدّي رَد، بتدّي فرصة، واللي شاطر بقى اللي بيركب الفرصة دي وياخد المعلومة دي ويطلع بيها للنور. ف فيا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يعني إنه يا رب إلهمني الكلام الصح، إلهمني الأفكار، إلهمني ال آمم العلم من عندك اللي أنت حابب توصّله للناس. وأنا قاعدة مستنية برّه هنا شُفت حاجة جملة عجبتني أوي، إن الإعلام رسالة، ويا إمّا تستعملها صح يا إمّا تستعملها غلط، وفي نظري هو اللي بيتفرّج على الفيديو في الوقت ده، في الوقت المناسب اللي ربنا عايزه يشوفه فيه عشان يسمع حاجة معيّنة. ممكن يسمعه مرّة وتعدّي وما ياخدش باله، وفي مرّة تانية هيبقى هنا الرزق هييجي له وهيسمع حاجة هتغيّر من حياته، هتطوّر من نَفْسه، هتغيّر من فكره. زي ما باقول لكم بعد 7 يناير والرحلة بتاعة اكتشاف الذات والعالم وكل ده، توصّلت إن إحنا في الدنيا دي عشان نتبسط وعشان نستمتع، ومش علشان نشقى، ومش علشان فكرة الامتحان مش إنه هنتعب عشان ناخد جايزة، لأ هو الامتحان في الدنيا، إحنا المفروض نطلع من الدنيا في جنة الدنيا الأول. اسم planet wife أنا محتارة الصراحة الفترة دي أغيّره والّا لأ، عشان اتحصرت جدًا في فكرة الwife، وبعد ذلك كده لمّا خلّفت طبعًا الأم، وطبعًا دول دورين مهمين أوي في حياتي، وهُم غصب عني الفترة دي كمان هُم كل حاجة في حياتي، يعني اليوم كله بيبقى متمحور حوالين كوني أم، وبعدين زوجة، وبعدين أبدأ أشوف أنا فين. بس كان لازم أشوف أنا فين، يا إما كنت هاخش في حتّة سودا، لإن ما فيش بني آدم اتخلق عشان يبقى شمعة يحترق من أجل اللي حواليه، مهما كانت، مهما كنتِ أم، مهما كنتِ بتحبي ولادِك، مهما كنتِ بتحبي أهلِك وجوزِك، أنتِ محتاجة تبقي أنتِ الأول، تعرفي أنتِ مين، تعرفي أنتِ عايزة إيه، إيه اللي بيبسطِك، تبقي fulfilled، مش عارفة بالعربي، تبقي تملي كوبايتك علشان كل اللي حواليكِ هينجوا معاكِ، لو أنتِ غرقتِ المركب كلها هتغرق. إحنا للأسف اتربينا على جيل أمهات عظماء، عظماء، بس كانت عندهم حتّة إن هُم بييجوا في الآخر. ودلوقتي هتلاقوا كتير منهم ندمانين، وكتير منهم بيحاولوا يرجعوا يشوفوا نفسهم، ودي حاجة cute أوي على سِن كبير إنهم يبدأوا شغل ويبدأوا حياة اجتماعية وهكذا، بس ليه مش من الأول؟ فالpodcast دي لينا كلنا، ن نلاقي نفسنا تاني بعد الأمومة، نرتقي مع بعض، نتعلم حاجات جديدة، وندردش. حاسة إن أنا حاجات كتير أوي غير أم وزوجة، وعندي شخصيات كتير، وعندي آراء كتير، وعندي نواحي كتير. حاجة من اللي بتظلم الناس إن هي بتبقى الناس بتشوفك بتعمل عنك assumptions أو بتبني رأي عنك. مثلًا حد بيشتغل شغلانة معينة، إحنا بنحط القالب بتاع الشغلانة دي ليه بقية مواصفات، يبقى الشخص ده أكيد دي مواصفاته، ونتعامل معاه بهذا الأساس. فالشخص ده يبدأ يحس إن هو لازم يتعامل بالطريقة اللي الناس راسماها له. ممكن يكون هو مختلف، ممكن يكون هو مش بالطريقة دي. فأكتر حاجة الناس هتحبها relate ليها وهتconnect معاها هي الشخص اللي على طبيعته، اللي هو قالب الأم مثلًا اللي أنا اتحطيت فيه إنه في حاجات معيّنة لازم أعملها أو أقولها أو بتاع، وأنا شخصية عشوائية جدًا مثلًا، الناس بتشوفني في الشارع أو في أماكن وكده يلاقوني يعني كده فرفوشة وضحكتي عالية وصوتي عالي ومش عارفة إيه، مش بقى وقورة والناس متابعاني، فالناس عارفاني، فالمفروض آخُد بالي، لا، لأ خالص. فأنا رحلة إن أنا أبقى صريحة جدًا مع نَفْسي في أنا مين وشخصيتي عاملة إزاي، واللي هيزعل معلش، دي أخدت منّي شوية وقت، لإنه لو هنقعد نرضي
كل الناس، يعني مثلًا مامتِك شايفاكِ عايزاكِ الgood girl، باباكِ عايزِك دكتورة، آآ جوزِك عايزِك مش عارفة إيه، وأنتِ بتحاولي تحققي لكل حد هو نِفْسه يشوف فيكِ إيه، هتبقى حياة مش حياتِك، كلّها أقنعة أنتِ حاطاها عشان ترضي الناس، وأنتِ في الآخر مش مبسوطة، أو أنتِ مش أنتِ. أنا باقول آرائي على السوشيال ميديا مش باخاف، فساعات ممكن أغيّر رأيي أو أرجع في كلامي أو أشوف الموضوع اللي كنت شايفاه بطريقة مختلفة. ما بقاش فارق معايا إن حد يقول إيه ده، هي بتقول إيه، إيه التناقض ده. السنتين اللي فاتوا ربنا فتح في وشي أبواب كتيرة أوي ما كنتش متخيلاها، كأن الحياة اللي كنت باتخيلها في خيالي بتتحقق واحدة واحدة، ودي مش صدفة، وده اللي أنا عايزة أشاركه معاكم من البداية مش من النهاية، عشان إحنا كتير بنشوف قصص نجاح لمّا بتحصل والناس بترجع تحكي، فالناس بتبقى شايفة إن ده كلام، كلام برامج، كلام اللي هو وبتاع. أنا عايزة أبدأ معاكم الرحلة من الأول، وده معناه إن أنا لسه ما نجحتش في نظري، ماشية على الطريق الصح وعارفة إني هانجح، ودي حاجة من الحاجات اللي نِفْسي توصل لكم ونِفْسي تطبّقوها، إن أنتم تبقوا مقتنعين، عندكم إيمان ويقين مليون في المِيّة إن أنتم هتنجحوا، مش إنه مكتوب لي هذا القدر من الرزق وخلاص أنا راضية. أنا راضية جدًا بأي حاجة، بأيام ما كانش معايا أي حاجة، بس راضية وباكبر. للأسف باسم الدين اتقال لنا واحنا صغيرين إن كل حد قدره مكتوب ورزقه مكتوب، وإنه خلاص ربنا كاتب على حد فقير وعلى حد غني، وده كلام مليون في المية مش صحيح، لأن ده استغفر الله العظيم يا رب بيقول إن ربنا مش عادل وربنا أعدل العادلين يعني. فمن غير دخول تفاصيل في حاجات دينية، بس لأ هي ما بتمشيش كده، هي بتمشي ربنا كاتب الكتالوج اللي لو مشيت عليه على السيناريو ده هييجي لك الرزق، مشيت على السيناريو ده هييجي لك رزق مختلف، مشيت على السيناريو ده وهكذا، كله مكتوب. الmanual مكتوب، قوانين الحياة مكتوبة. قوانين الحياة على فكرة ما لهاش علاقة بالحلال والحرام، يعني إن لو حد سرق ممكن ييجي له فلوس، يعني هو قام وسعى وعمل حاجات تخلّيه ياخد الفلوس، أيًا كان هي صح أو غلط، فقصدي القوانين مكتوبة، كل القوانين مكتوبة، إحنا بقى هنطبّق إيه وهنقوم من مكاننا نسعى عشان نعمل أنهي كتاب في الكتب، ده اللي مكتوب، مش ربنا كاتب إن يارا رزقها قليل. الفكرة دي اتزرعت كمان ومعاها بقى إن هو خلاص في الجنة بقى هيبقى الرزق ييجي لكم، عشان كده باقول لكم إن لأ، أنتم هنا على الدنيا قبل الآخرة ممكن نحقق حاجات كتير أوي، ممكن ننبسط، ممكن نعمل كل حاجة إحنا نِفْسنا فيها، ممكن ربنا يكتب لنا أحلى حاجة، بس إيه بقى الفكرة، إحنا بنعمل إيه، وإحنا نيّتنا إيه، وإحنا بنسعى إزاي. زي ما باقول لكم أنا النهارده جاية من غير أي خطة، عيانة وقُمت لبست جيت استوديو ما أعرفش أي حاجة، ما أعرفش أنا جاية فين، وقُلت أنا هاقعد وربنا هيفتح عليَّ بالكلام اللي هو عايزني أوصّله لكم. فلو أنتِ عمّالة بتحطّي كل الحِجَج إنِّك ما تبدأيش في أي حاجة أنتِ عايزة تبدأيها، هتلاقي مليون حِجة كل يوم وأنتِ مش جاهزة، ومحتاجة بس تضبّطي مش عارفة إيه، حِجَج كتيرة أوي، ما عنديش script، محتاجة الفكرة تكون كاملة، عايزة أكتب كام حلقة على الأقل، ده في حالة الpodcast، بس قصدي إنه أي فكرة عايزين تعملوها هتلاقوا مليون حِجة أو سبب يخلّيكم ما تقوموش تتحركوا. دايمًا البداية بتبقى أصعب حاجة، يعني حتى من أيام ما كنت في مدرسة لمّا عندي موضوع تعبير أو essay بقى يعني وقت research paper، أقعد مأجلة وتقيلة على قلبي أوي إني أبدأ بس أول paragraph، أول سطر حتى. أنا كانت بتحصل معايا أكيد أنتم كمان، أول ما بتبدأوا بتلاقوا الكلام بيجيب بعضه، والأفكار بتجيب بعضها، وتخلصوا وترجعوا ييجي لكم فكرة تانية، ترجعوا تضبطوا حاجة. وده التطور بييجي من هنا أو perfecting الحاجة بييجي من هنا. لو شُفتوا آمم، أي مثلًا brand كبيرة أول line ليها كان بيبقى وِحِش جدًا،
حاجات يعني ما حدش أصلًا بيشتريها ولا يلبسها ولا يعمل بيها أي حاجة، وبتلاقوهم دلوقتي في حتّة تانية خالص. طَب إيه اللي حصل؟ بدأوا. أنا عارفة إن دايمًا بيقول لك just start بس فعلًا هنا بقى هادخّل الحتّة الدينية بتاعة إنه التوكُّل إن ربنا هو اللي بيدير أو هو اللي هيمشّي المركب دي. أنا طول عمري مسميّة نَفْسي control freak، عايزة أتحكّم في كل حاجة، عايزة أوصل في ميعادي، عايزة الطريق اللي أنا ماشية فيه ما حدّش حتى في طريق في الشارع، ما حدّش يخُش من شارع مختلف، ما حدّش يأخّرني، ما حدّش يعطّلني. آمم، لو مستنية حد من صحابي ما احبش حد يبقى بيتلكع، عايزة أروح في ميعاد معيّن، عايزة أوصل أول واحدة، ما يفوتنيش حاجة. control freak. دلوقتي بقى عندي اقتناع تام إن God's plan أو الdivine timing أو ليه ربنا بيعمل الحاجات دي، المعرقلات دي، ليه اتأخرت هنا، ده في مصلحتي. مش لازم أبقى عارفة كل مرّة إيه ليه السبب، ساعات باعرف في ساعتها يعني أصلًا أوصل مكان كنت متأخرة وأنا داخلة أقابل حد مهم، أتعرّف عليه، أعمل connection مثلًا، دي فكرة بسيطة. بس قصدي مش شرط دايمًا أعرف إيه السبب، بس عندي يقين إن ربنا بيعمل كل حاجة في مصلحتي أنا، كل حاجة بتصُب في الصورة الكبيرة. أنا نيّتي خالصة لله في كل حاجة باعملها. واثقة إن هو حاططني على الطريق الصح، وواثقة إن أنا باعمل حاجة خير، بالتالي متقبّلة أي حاجة تحصل يعني حاجة تبوظ، حاجة تعطل، حاجة تتأجّل، حاجة تتلغي. كان زمان مثلًا لو عندي شغل campaign أو حاجة لآخر لحظة مثلًا اتلغت، ما اتاخدتش، الclient مش عارف إيه، أتضايق وأتقهر. دلوقتي باقول مش رزقي، مش نصيبي، مش بتاعتي. الله أعلم ربنا شايل لي إيه أحسن. فالتقبُّل ده والله فرق جدًا في نفسيتي في راحتي، في راحة بالي، إن أنا متوكّلة على ربنا. أنا كل يوم باعمل اللي باقدر عليه وسايباها على ربنا، وربنا بييسّرها إزاي أو بيمشّيها إزاي دي مش بتاعتي. فحتّة التوكُّل دي لو فكّرتوا فيها مثلًا مديري مش عايز يرقّيني، مشّوني من الشغل، البلد بتمشّي الناس، البلد قامت فيها ثورة، شركتي خسرت، أيًا كان الظروف اللي إحنا فيها، دايمًا مقتنعين إن هي الأصلح ليّا، مش لازم أعرف إزاي. طول ما إحنا ماشيين بالفكر ده، هتلاقوا فعلًا الدنيا بتبان قدّامكم وبتوضح قدّامكم، وبتلاقوا فرص تانية وحاجات تانية، وبتشوفوا جمال ربنا بقى في كل حاجة في اليوم. فاللي عايزة أقوله إن مثلًا نزلتِ من البيت الصبح رايحة مشوار مهم جدًا، لقيتِ كاوتش العربية نايم. أول حاجة هنقول إن دي حاجة وحشة، طبيعي إحنا عارفين إن ده موقف وِحِش وموقف هيعستفني وهاشوف بقى هاعمل إيه وهاصرف إزاي وهاكلم مين، عرقلة كتير. لكن لمّا نبُص عليه بنظرة حيادية، إنه والله أنا مش عارفة ربنا عمل كده ليه، بس أكيد في سبب. هاتعامل مع الموقف عادي وهاحلّه، ومن غير ما أتضايق وأكره الحياة وأقول ده يوم زبالة وده يوم مش باين له نور، وأسوّد بقية اليوم. أنا كده قلبت موقف بإن هو موقف عادي جدًا. أنا ممكن أبُص له بطريقة حيادية أو طريقة سلبية، لإن أنا باصّة له بطريقة سلبية وخدت كل السلبية بتاعة اليوم كله من الموقف ده. لكن لمّا تغيّروا الmindset بتاعكم إنه ربنا عايز يعطّلني لسبب أنا مش عارفاه، بس أنا متقبّلة، خلاص هتحلّوا الموقف يعني مليون حد كاوتش عربيته بينام وبيتعمل، وهتروحوا اللي أنتم رايحينه وهتكمّلوا اليوم، وهتعرفوا بقى. يعني دايمًا باتخيّل الدنيا دي زي لعبة Sims لو تعرفوها كنتم بتلعبوها وأنتم صغيّرين، simulation، كل حاجة بتتحرّك ب ب بقرار إلهي، كل حد رايح فين، كل حد مش مثلًا بتشوفوا ساعات حوادث بتحصل وناس بتتعجن وفي حد بيكون معدّي ما يحصلوش أي حاجة، ما لهاش أي تفسير غير إن ربنا هو اللي حاميه. يبقى إحنا دايمًا علاقتنا تبقى مع ربنا. دي حاجة مثلًا كتير أوي أمهات بتسألني عليها، حتّة الخوف وخوفي على ولادي جرأة قلبي عامةً. أنا شايفة نفسي شخص جريء، شخص مش خواف، وشخص سايبها على الله، سايبها على الله بجد مش كلمة. إحنا للأسف بقينا دايمًا بنقول الكلام، بنردد الكلام، نقول سيبيها على الله. لازم بقى نسيبها على الله بجد. فييجي مثلًا حد يبعت لي تسألني: "هو أنتِ مش بتخافي مثلًا على حسين؟"
لا يحصل له كذا من كذا، لا مش عارفة إيه، حاجات كتير أوي بقى، يعني الحاجات اللي ممكن تحصل للعيال endless، يعني ممكن يقعوا، ممكن يتكسروا، ممكن يتلسعوا، ممكن أي حاجة. دايمًا ردي بيكون لأ مش باخاف، علشان أولًا أي حاجة تحصل لهم أنا راضية، لإن هو بيكون في درس معيّن ممكن نستفيده من اللي حصل. ثانيًا لو أنا خُفت من الحاجات من الexternal factors، يعني مثلًا لو خُفت عليه إنه يُقع، لو خُفت عليه إنه يتخبط، لو خُفت عليه إنه يتلسع، فأنا خايفة من النار، صح، خايفة من البوتاجاز. أنتم عارفين في كام حاجة ممكن توتّرنا لو عِشنا بالطريقة دي؟ هنبقى خايفين من كل حاجة، هنبقى دايمًا الأم المهووسة، الأم اللي شايلة الهَم على طول، الأم اللي مش بتخرّج عيالها، الأم اللي شايفة إن الجو برد فليه ننزل في الشتا، الأم اللي شايفة إنه الجو حَر فليه ننزل في الصيف في الشمس، خايفة من كل حاجة وناسية إن كل حاجة بتحصل هي بأمر إلهي. يعني عايزة أشرحها لكم. لو ده أنا، أوكي، خايفة من كل الحاجات دي، خايفة من النار، آآ البرد، حوادث، آمم تحرُّش، ال الغرق، أي مصيبة ممكن تتخيلوها أو أي حاجة ممكن تحصل لأي حد، وفي الآخر الحاجة دي مش هتصيبني غير من خلال الله. يبقى أنا أقعد أحمي نفسي طول الوقت وأفكّر في الحاجات دي، والّا أشتغل على العلاقة دي؟ ما انزّلش ابني عشان البرد، ما اركّبوش عربية عشان ما يعملش حادثة، ما اخلّيهوش يقعد ما يروحش دروس ولا يعمل حاجة عشان خايفة من التحرُّش، ما ينزلش البيسين عشان ما يغرقش، وهكذا، وهكذا، وهكذا. أقعد أوسوس نفسي بكل دول، والّا أفهم العلاقة دي ماشية إزاي واشتغل عليها؟ أنا كيارا ركّزت على إني أشتغل على العلاقة دي، واشتغل عليها بجد، مش بطريقة أي حد، مش بالطريقة اللي اتعلمناها. ولمّا تتعمقوا أكتر في الحياة وفي الدين وفي العلاقة أو في علاقتكم مع ربنا، هتفهموا إنه إحنا كنا فاهمين حاجات كتير أوي غلط، و فهمك للصح بيحرّرك من إن أنت عايش في سواد وفي جحيم وفي آمم يعني نكد طول الوقت وخوف وذعر وكل الكلام ده. ودايمًا سؤالي بيبقى طَب عمركم شُفتوا حد خايف الحاجة ما بتحصلوش؟ يعني الناس اللي كانت بتخاف من الكورونا ومهووسة بيها، هل ده حماهم؟ هل الخوف بيحمي؟ دايمًا جوزي دايمًا بيقول لي: "الخوف بيحمي، لإن هو بيخلّيكِ تاخدي precautions أو تأمِّني نَفْسِك من الأول." قُلت له: "ما حصلش." ناس كتيرة كانت ما بتقابلش حد، ماشيين بالmask، ماشيين بsanitizer طول الوقت، وفي الآخر جالهم. هو الخوف هنا قلب حاجة معرقلة نفسية، وحاجة خلّت الناس دي مقضية السنة دي ما بتخرجش من البيت ومش عايشة حياتها ومش مبسوطة، وده بجد وصّل الناس اكتئابات كتير أوي. نفس الكلام، هل شُفتوا أم خايفة على أولادها بالطريقة الزيادة حمتهم؟ حمتهم من كل حاجة؟ ما هي مستحيل، يعني إزاي؟ بجد بالعكس، أنا من بسبب المنصة بتاعتي أنا باتكلم مع أمهات كتير، وباقابل أمهات كتير، وباحتك بأمهات كتير، ودايمًا أكتر الأمهات اللي بتكون خايفة بتبقى أكتر آمم عيال فيها مصايب، يا حوادث، يا عيا، يا مشاكل في مدرسة، حضانة، يا، وده المفروض يكون بيقول لنا حاجة، بينوّر لنا حاجة، مؤشِّر إنه اتكلي على الله. وطبعًا ناس تيجي تقول لي: "بس ربنا قال ما ترموش نفسكم في التهلكة." هو إيه التهلكة؟ هو أنا اللي باتكلم فيه إن خايفة على ابنها من مثلًا ينزل البيسين مع أصحابه، مش تهلكة، يعني هي مثلًا مش مودياه يعدّي الماتش، هو رايح مثلًا بيسين، فده مش تهلكة. أنا باتكلم على الناس اللي بتخاف من حاجات طول الوقت مش مبررة، لكن الواحد يبقى عامل احتياطاته، يعني لو أنا معايا طفل معايا ليه عوامة، دي أبسط التفكير، ودي ما أعتقدش إن دي محتاجة حد يقولها لنا، يعني أكيد أنا كأم أو كبني آدم راشد عارفة ABC الحياة، هالبس هاسوق مش هاجري على 200،
هاسوق بالسرعة، هالبس حزام، خلاص. بس بعد كده خلاص الخوف ينتهي عند هذه المرحلة. اللي هاحاول أعمله في البودكاست دي إني أديكم أفكار وطرق تغيّر شوية في طريقة التفكير واحدة، واحدة وبالراحة كده مع بعضينا. وبرضه حابة أعرف رأيكم يعني في الcomments. أتمنى يعني إن أنتم تتفرّجوا لحد الآخر وتقولوا لي حابين أنهي موضوع. يعني أكتر حاجة مثلًا باتسأل عليها كتير، هو أنتِ مش بتخافي من الحسد؟ الناس عارفة محمد صلاح بيقبض كام في الثانية. أنا باخاف من الحسد، كل فكرة بتفكّروا فيها بتأثّر عليه. مشكلتي إني طيبة، هي عشان الناس مش صريحة مع نفسها. مش طبيعي إن دايمًا الناس كلّها اللي وِحشة، محتاجة أقف مع نفسي. اعتراف بإن أنا المسؤول عن اللي حصل في حياتي. إزاي مش بنصنّع حاجة؟ عايزين نلاقي نفسنا تاني كأمهات.